تعالي بقى النهارده هاخلّيكِ تعملي القراقيش زي ما أنتِ شايفاها كده، والسِوَى وكل حاجة، وكل الأسرار والتريكات اللي أنتِ عايزة تعرفيها هتلاقيها جوّه الفيديو النهارده، وهنعمل كمان مع بعض كعب الغزال بالشكل الخطير اللي أنتِ شايفاه ده، وتستغني إن أنتِ ما تجيبيهوش من برّه خالص ولا بالغلو اللي برّه، ولا المنين ولا القراقيش الخطيرة سواء بتقولي عليها إيه، شايفة الجمال والسِوَى؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. أول حاجة معايا ربع كوباية من المَيّة الدافية أحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر، تمام. الكيس اللي بيتباع بره ده بيبقى بيعادل المعلقة كبيرة، قلبيهم كويس جدا لحد السكر ما يدوب هو والخميرة في المية، وغطيهم في كوباية كبيرة كده وعلى جنب اركنيهم. جيبي العجوة بتاعتك حطي عليها معلقة كبيرة من السمسم، معلقة كبيرة من السمنة البلدي، معلقة صغيرة من المحلب أو ريحة الكحك اللي موجودة عندك. وتعالي هنا بقى، أنا بحب أستخدم دقيق الضحى، ببقى عارفة حاجتي بعملها إزاي، بعرف المواد السائلة بتبقى ثابتة في كل حاجة بعملها. هاخد كيلو أنخله كده كويس من الدقيق، أيًا كان نوع دقيق عندِك هاقول لِك هتعملي إيه الاختلاف بس فيه. تعالي بقى هنحط معلقة كبيرة من المحلب أو ريحة الكحك زي ما باقول لِك اللي موجودة عندِك. هنا بقى ده شمر على ينسون معلقتين كبار، خدتهم على البوتاجاز وبعد كده طلعت الريحة منهم، وخليت كده لونهم بقى أخضر وجميل، وطحنتهم في المطحنة ورُحت حاطاهم على الدقيق بتاعي. معلقتين كبار من الحليب البودر، رشة من الملح، وبعد كده معلقتين كبار من السمسم، خدتهم برضو في طاسة على النار وطلعت منهم الرطوبة بس كده، ورحت حطاهم على المواد الجافة بتاعتي. المواد السائلة ايه بقولك هنا؟ نص كوباية من الزيت اساسي وما تشيليهاش من الوصفة، تمام. وبعد كده المواد كلها هتبقى ايه؟ هتبقى كوبايتين وربع من المواد السائلة اللي هي السمنة على الزيت، تمام، منهم نص كوباية من الزيت. يعني هعمل نص كوباية من الزيت واكملها سمنة، وبعد كده هاحط كوباية سمنة وربع كوباية سمنة، يعني هناخد كوبايتين إلا ربع من السمنة ونص كوباية من الزيت، تمام. خلاص ابدئي بس في العجين بتاعِك وقلّبي فيه كويس جدًا، جدًا. بُصّي بقى اقعدي بس فيه زي الكحك. تعالي بُصّي العجينة بقت جميلة وتحفة، ناخد بقى الخميرة بتاعتنا اتفعلت أهي ننزل بيها، وبعد كده أعجن الخميرة في العجينة، ومعايا هاخد كوباية مَيّة كاملة زي ما أنتم شايفين أنا محضّراها أهي. دقيق الضحى هنا بقى باقول لِك ليه باستخدم دقيق الضحى، أنا عارفة هو بياخد مَيّة قد إيه، فما باحتاجش إن أنا كل ما أجيب نوع دقيق مختلف باحتار أنا هاحط مَيّة قد إيه. أنا دقيق الضحى بياخد مني كوباية مَيّة كاملة دافية، لكن أنتِ بقى لو هتستخدمي نوع دقيق تاني ممكن يا ياخد مَيّة أقل يا ياخد مَيّة أكتر، فإحنا هنخلّي جنبينا الكوباية هنحط واحدة، واحدة، تمام. وتعجني، ممكن نوع دقيق ياخد مَيّة أقل وممكن نوع دقيق ياخد مَيّة أكتر من الكوباية. تعالي بقى العجوة هنا باقول لِك العجينة بقت في إيديكِ زي الملبن، خطيرة، تجنن، عاملة زي السلايم. هاتي بقى العجوة بتاعتِك هنا وابدئي إن أنتِ اعمليها زي ما شايفاني باعملها، باحضّرها كده عشان هاعمل المنين دلوقتي بتاعي أو القراقيش. بُصّي هاخلّيكِ تعتمدي القراقيش أو المنين دي طول السنة، مش في الأعياد بس في حاجة، لأ ده أنتِ من حلاوتها هتعمليها طول السنة كده للفطار الصبح مع الشاي بلبن والّا مع كوباية الشاي، حاجة كده وهمية يا جماعة. تعالي خلاص فردت العجينة بتاعتي زي ما أنتِ شايفة وافرديها كويس وقطّعي الزوايد، ونبدأ نجيب العجوة بتاعتنا ونبدأ إن إحنا نحطها بالشكل ده. طبعًا أنا باشتغل على مفرش سيليكون، أو لو ما عندكيش مفرش سيليكون اشتغلي على كيس بلاستيك افتحيه كده واشتغلي عليه، أو اشتغلي على ورق زبدة. تمام. خلاص هنا باكمّل بقية العجينة، باحط لها بقية العجوة وباضبّط حالي. تعالي بقى نشيل العجينة ونشيل كل حاجة عشان باقول لِك ليه نشتغل على مفرش سيليكون أو ورق زبدة أو كيس بلاستيك. باقلب العجينة بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. حابة إن أنتِ تعمليها زي أمهاتنا عادي خالص. تعالي بقى بافرد العجينة وبابدأ إن أنا أضبّطها وأقفّلها، برضه لو لقيت أي زوايد عجين باشيله كده واضبّطه بالسكينة، وبنبدأ نقطّعه بقى بأي قطّاعة عندِك. أنا باحب أقطّعه بالقطّاعة اللي هي المشرشرة دي بتاعة البطاطس، بتبقى جميلة وشكله بيبقى عسل. نبدأ نحطه في صواني ألمونيا، أي حاجة يا جماعة اعملوا فيها في الصواني الألمونيا. بُصّي بتبقى بتاخدي الحاجة كده وأنتِ مغمّضة. خلاص رصيتها في الصواني وابدأ طبعًا مشغّلة الفرن وحاطة الشبكة على الرف اللي فوق الوسطاني من قبل ما اشتغل، تمام. يعني شغّلت الفرن من قبل ما أعجن في القراقيش بتاعتي أو المنين. هنا بقى باجي أفرد العجينة رفيّعة جدًا زي ما باقول لِك كده عشان هنعمل كعب الغزال، وفاردة عجوة شايفة خفيفة أوي قد إيه العجوة أنا فرداها، برضه بين كيس بلاستيك كده وفرداها. وتعالي نحطها على العجينة، وبعد كده امشي عليها بالنشابة بتاعتِك وهتتشال الكيس بكل سهولة زي ما أنتِ شُفتِ قدّامِك. وابدئي بقى خلاص شيلي بواقي العجين اللي باقية، والعجينة بتاعتنا زي ما قُلت لكم رفيّعة
بنفردها رفيّعة جدًا، ولو في حتت باينة من العجين بقى مش متساوية كده بنحط عجوة عادي، ونبدأ نمشي عليها بالنشابة كده مشيتين بس والّا مشية كده يعني خلاص مش كتير. وبعد كده تعالي بقى هنبدأ إن إحنا نرول كعب الغزال بتاعنا. طبعًا ما تضغطيش وأنتِ بترولي، إحنا عايزينه مهوّي عشان تاخدي الشكل اللي أنتِ شُفتيه في الأول، وقفّلي كويس جدًا. وبعد كده تعالي باقول لِك هنا القراقيش بتاعتي هنا كانت خمرت أهي، باسيبها تخمر بقى، وباحط أول سيجان اشتغلت فيها في الفرن، اللي فوق الشبكة اللي فوق الرف الوسطاني، وعلى درجة حرارة 180 بتقعد في الفرن حوالي من 25 دقيقة لنُص ساعة، على حسب نوع الفرن بتاعِك لحد الوش ما يتحمّر، ما باشغّلش شواية وتطلّعيها بألف هنا وشفا. هنا بقى حطيت شوية حليب على معلقة حليب بودر على معلقة سكر بودر، وقلّبيهم وادهني الوش بيهم. مش عايزة خالص حطّي شوية مَيّة وحطّي السمسم بتاعِك، مش عايزة سمسم ولا أي حاجة عليه خالص، خلاص قطّعيه ودخّليها على الصينية. وتعالي بقى هاورّيكِ بنقطّعه إزاي، بنقطّعه بالخيط علشان السكينة ما تهبّطش العجينة منِّك وتحتفظي بالشكل الجميل ده. شايفة باقطّع بقى باجيب حتّة خيط كده عندي من أي خيط عندي، ونبدأ إن إحنا نحطها من تحت ونرفعها ونقطعها بكل سهولة. شايفين بعد ما خرج من الفرن التسوية والجمال والحلاوة. درجة اللون بقى دي بتختاريها على حسب ما أنتِ حابة، يعني تابعي في الفرن من تِلت ساعة واسيبِك بقى من مع الجمال والحلاوة دي في رعاية الله وأقول لِك سلام.